السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه تاعي. نتمنى تكون لاباس عليكم احسن الاحوال. اليوم مع فيديو جديد كما كيبان لكم. كان عندي كومونت على البريوات، قلت غنشارك معكم البريوات تاعي وجميع التفاصيل وجميع الاسرار اللي كنعرف انا وكنخدم بوقت الفيلو. كنت نقسم معكم وحده باش تشوفوا التركه كي كيجيو من الداخل. صراحه كيجيو معلكين من الداخل وكيجي واحد المذاق. شاد التليفون ما نقدرش ونقسم نوصف معكم. لكم مع ريحه ديال القرفه وريحه الليمون. شفتوا كي كيجيو معلكين من الداخل، معلكين من الداخل كيجيو غزالين. وقت فيلو كتجي مقابشه من صافي خارج كيجيو غزالين. انا عبست وحده باش نوريكم لكم شوفوا كي كيجيو. ثاني كي كتجي معلكه العماره. بالنسبه لعقده اللوز كما قلت لكم فيديو قبل، لذات كناخذ انا هاد اللوز كيتباع مطحون واجد. هاد الباكيه فيها 400 غرام، غندير معها 200 غرام ديال السكر سنيده وغادا نطحنهم. من بعد ما نطحنهم غنزيد عليهم عشق ديال الزبده، عشق صغيره ما عامرش بزاف، وعندي لاغوم ديال البرتقال، وعندي عشق كبير ديال الجليكوز هو كيخلي العقده كتجي معلكه من الداخل. وغنجمعهم مزهر. ها الفيديو البنات راهي كلشي واضح، ما كنقطع عليكم حتى شي حاجه. شوفوا العجينه كي خاصها تكون، يعني العجينه ما خاصهاش تكون قاصحه بزاف وما خاصهاش تكون مطلوقه بزاف باش يتفرقوش لكم في الزيت. ونعطيكم جميع الاسرار كيفاش تخدموا بورق الفيلو باش ما يجيكمش مشوط، وباش ما يجيكمش عاوتاني يعني ما مقامش حتى شي حاجه. غنعطيكم جميع الاسرار اللي كنعرف. حاجه اخرى البنات نقولها لكم، المزهر ديما حاولوا تسخنوه مزيان. ملي كتسخنوه يكون سخون، ملي كتحطوه على اللوز والسكر هذاك السكر بحال دغيا كيذوب، دغيا كتجمع لكم العجينه ما كتعذبكمش. شوفوا كي كتبان لكم العجينه ما خصهاش تكون قاصحه وماشي مطلوقه بزاف. دلكوها مزيان، راكم عارفين عجينه اللوز عطيوها الدليك مزيان. من بعد كتبان لكم تولي معلكه وتولي تلصق معاكم، يعني معجونه مزيان صافي. دابا العجينه وجدات، شوف كي خاصها تكون ماشي قاصحه وماشي مطلوقه. هنا البنات غنشد العقده تاع اللوز ونقسمها نعبرها على حسب كل حبه شحال بغيت فيها. انا عندي 20 حبه غندير فيها 20 غرام، وعندي 16 حبه غندير فيها 18 غرام. بعد ما نعبر كلشي غندوز معكم الطريقه ديال كيفاش نطويو البريوات. البنات انا كنخدم بالبات فيلو حيت هنا ما كايناش ورقه تاع البسطيله كما كاينه في المغرب. هاد البات فيلو البنات كيسولوا بزاف فين لقاوها كاينه بزاف عند الجزائر العرب، وكاينه في اش ماركيت عند الاتراك. ونعطيكم واحد اخر. ورقه الفيلو ديما ملي تجبدوها ديما غطيوها، ما تخليوهاش يضربها البات، حيت لا ضربها البات كتولي كتقطع غير بوحدها. نتوما كتخدموا فيها وهي كتهرس لكم. ديما ميم كي تساليو الخدمه ولا كي تكونوا باغيين تخدموا بهذيك الساعه ديما غطوها، ما تخليوش البرد يدخل ليها كاع بمره. البنات حتى الورقه كتقطعوها على القياس اللي بغيتو نتوما، يعني بغيتو البريوات يجيو كبار ولا البريوات صغار على حسب حتى العقده ديالكم. الا كانت العقده فيها 30 غرام ولا 40 غرام غتكون الورقه كبيره. الا كانت العقده صغيره يعني تقطعوا الورقه صغيره. راكم عارفين ديما اول مره غتجرب تقطع غير ورقه واحده وتشوف، ما تقطعش بزاف الوراق. وهاي البنات طريقه الطي كما كيبان لكم. نحطوها ونتنيوها كوش دغوات الفيديو كيشرح لكم. والبنات هذاك اللي كندهن بيه تاخذوا شويه دقيق مع الماء وتلاصقوا بيه، ولا البيض. انا هذه غير البيض نستمتوا شويه تاع الزهر وتلاصق بيه.
بديت كنحطوا الزيت يسخن. اول حاجه باش تعرفوا الزيت سخن ولا لا، ما تحطوش فيه البريوات نيشان، حيت حطوا غير شي ورقه تاع الفيلو وشوفوا هلا بدات هكا ملي كتعرفوا الزيت ملي كيسخن بحال ملي كتحطوا الفريت كتبدا هكا تقلى هكذاك. والزيت البنات من بغيت ورقه الفيلو ما خصهاش تكون كيما البريوات، الزيت تكون معتدله ما تكونش سخونه بزاف، حيت الا كانت سخونه بزاف إل فوا كتحطوا فيها البريوه ديك الساعه كتشوط ليكم. يعني الزيت يكون معتدل وتبقاو تقلبوا، يعني نتوما تحطوا نتوما تقلبوا حيت دغيا كيبداو يحمروا ليكم الا كان الزيت سخون بزاف. يعني ما تبطاوش على ورقه الفيلو دغيا كتحمر، يعني من الاحسن العافيه تكون مهيله غير بشويه باش يتحمروا على خاطرهم ويجيو مذهبين، ماشي يجيو غير مشوطين وصافي. انا هنا البنات راهي الفيديو مسرعه علاش كيبان لكم دغيا تحمر بصح ما تعطلوا شويه، يعني حمرهم غير بشويه باش يجيو مذهبين وزوينين. واحد الحاجه اخرى البنات، من بعد ما كتحيدوا البريوات كيكون الزيت سخون بزاف، ماشي مباشره تحطوا البريوات عاوتاني تقلاو، لا انا كنشد المقله وكنحطها فيها واحد الطبسيل تاع الماء بارد حتى كتهبط هذيك السخونيه تاع الزيت عاد تحط عاوتاني البريوات المره الثانيه. هذه هي الطريقه تاعي باش كنخدم ورقه الفيلو، حيت ان فوا كتحطوهم في الزيت سخون ديك الساعه كيتشوطوا كينبلوا ليكم حتى الشكل تاعهم ما كيجي زوين. ديما خصكم تحطوهم في الزيت يكون معتدل. والعسل البنات، العسل ديال البايوات يكون ثقيل شويه ما يكونش خفيف وجاري، باش هكا يبقاو معسلين ويبقاو يبانوا لكم ذهبيين. حيت كيكون العسل جاري غير ملي كتحيدو من العسل من بعد كينشفوا لكم يوليو يجيو باهتين ما شاربينش العسل. النصيحه البنات اللي نقدمها لكم ديما ونعاود نقدمها لكم باش ما تخسروش البايوات تاعكم كي تكونوا باغيين تخدميهم بالباتافيلو، العافيه تكون مهيله. يعني تحطوا البيضات العافيه مهيله باش يطيبوا مذهبين ويطيبوا بشويه عليهم. شوفوا البنات كي جاو ها هما البيضات تاعها هما واجدين، شوفوا كي جاو غزالين صراحه مذهبين زويونين اللون زوين. غير هو جنيبات حيت الباتافيلو البنات كيبانوا لكم زعما جنيبات ومزيرينش بزاف، انا زيرت غير هي باتافيلو ماشي بحال الواقع تاع المغرب تاع البغيوات كتجبديها كيما تبغي. الباتافيلو كتبداي تزيري فيك قادر تحليك من الجناب، بصح معليش قدروا ديروا شي زجلان غير شي وحدين، يعني ماشي كلشي شي وحدين ديروا زجلان من الجناب، بصح في الشكل جاو غزالين. ها هما البنات، ها الفيديو كيبين لكم بلا ما نشكر لكم انايا. البنات اللي عجبكم الفيديو دعموني بارك الله فيكم، معكم بارطاج وشي كومونتير والاشتراك في القناه باش نشارك معكم الجديد.